حبايبي كنوا معي. معاك رؤى ابراهيم عبود. اهلين يا رؤى. اهلا بك. بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، انت مؤمنه بالمقوله دي؟ طبعا جدا. والاعاقه دايما بتكون وين؟ الإعاقة في الإسهام. في الاذهان، يعني ما في الجسد. لا. ممكن تكون في زوله بتصنع اكسسوارات وهي ما مبصره؟ ممكن جدا. ممكن جدا. لاقاك زول اصيب بالعمى فجاه، غير مهنته ونجح واستمر في الدراسه والتدريب؟ لاقاني. ليه ده اللي يدل على شو؟ يدل على انه زي ما قلت لك الإعاقة في الأذهان ما في الجسد. شكرا رؤى. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حلقه جديده من انا مع ضيفه مميزه ومتحديه لكل الظروف عشان تعمل حاجاتها بالطريقه اللي هي دايراها، وما استسلمت لكل الرياح اللي واجهتها. انا ما حتكلم عنها كثير، بخليها هي تحكي قصتها وتتكلم وتقول لكم هي حصل لها شنو في كل تفاصيلها لحد الان. ضيفتي رانيا عبد السلام. ازيك يا رانيا؟ اهلا بك. منورانا. تسلمي، ده نورك. تسلم ان شاء الله يا رب. يا رانيا، انا قدمتك للمشاهدين على اساس انك انت زوله متحديه لكل الظروف وزوله مثابره وزوله مجتهده على نفسك، اساس انك عايز تعملي حاجاتك. قبل ما تصابي بالاعاقه البصريه او تفقدي بصرك، انت كنتي محاميه. احكي لنا القصه بتاعت المحاماه. ورانيا قبل ما يعني قبل الاصابه بالمرض وبعد الاصابه بالمرض. طيب، انا تخرجت من كليه القانون 2003 وامتحنت المعادله. نزلت تريننج 2004، رخصت 2005. اشتغلت مع استاذ محامي 4 ولا 5 سنة. بعد ذاك انتقلت لاستاذ ثاني واشتغلت في شركه برضه مستشاره. تاني جيت فتحت مكتب انا وزميلتي من 2011 لحد 2014 كنا شغالين مع بعض. بعد ذاك بدت مشاكل النظر، انه انا اصلا من بدري بدت انه نظري بدا يتدهور. لما نعمل فحص بلقى انه النظر طبيعي، بس مشكلتي مع الاضاءه. الاضاءه لما تكون بسيطه. طيب يعني انت من بدري عارفه انه عندك مشكله بتاعت نظر؟ ايوه عندي مشكله بتاعت نظر. وعارفه انه ممكن تفقد نظرك في اي لحظه؟ ايوه انا عرفتها مؤخرا، انه انا لما مشيت اخر مره انه انا التشخيص كان اصلا من البدايه بيقول لي بس نقص فيتامين وكده بيدوني فيتامينات. ايوه. فاخر طبيب انه هو اللي قال لي انك انت بالطريقه دي حتفقدي بصرك. لانه المرض اللي عندك ده مشكله في الشبكيه، ما نقص فيتامين بس. ايوه. وانت هسه ذكرتي انه عندك مشكله مع الاضاءه. أيوة. طيب انت محاميه وسلكتي طريق كله ورق وكمبيوتر واضاءه ممكن تكون دي واحده من الاسباب اللي عجلت بانك انت يعني تفقدي بصرك الفتره دي الحاجه اللي قال لي الدكتور، قال لي انت برضه لما تقومي تركزي كثير او الورق والاضاءه ده برضه بيقوم يعني بيسحب كثير من النظر. وبعد ما فقدتي نظرك يا رانيا واصلتي في المحاماه ولا وقفتي طوال؟ لا وقفتها. وقفتي بقرار منك؟ لا. تخيل لي، يعني انا ما عارفه طبعا هو مجالي، لكن تخيل لي زول محامي معناه قوانين يعني راسخه في الراس ومحفوظه، دي ما عندها علاقه بانك انت تشوفي حاجه. يعني انت حافظه قوانين، مثلا ممكن يكون عندك مساعد يقرا ليكي ولا تعرفي القضيه من سيده او من ساسه وراسها، ممكن تشتغلي يعني دي ما حاجه بتوقفك من الشغل يعني. لا هي ما حاجه بتوقفني من الشغل. حتى احنا لما كنت شغاله كنت مبصره، الشغل كله بنشتغله في الكمبيوتر. يعني بنديه زوله اصلا احنا ممكن نمليها وعندها اصلا شغل بنعدل فيه. أيوة. او ممكن امليها وهي تكتب لي، يعني حتى وانا مبصره يعني ما محتاجه ان انا محتاجه لنظر. يعني هي اصلا بتاعت الكمبيوتر بتشتغل الشغل. والقانون ده اصلا انت بتكون حفظت المواد اتدربتها. يعني انا اشتغلت اكثر من 10 سنه. ايوه. فما محتاجه ان انا متمرسه يعني. اتمرست الموضوع هاي. طيب فما محتاجه. كيف شنو يعني؟ الخلاني اجيف انه انا لما نظري بدا يتدهور، فكل يوم كنت يعني انا راجعه البيت من الشغل بتحصل لي حوادث. يعني يوم اقع في منهول، يوم انضرب في عمود، يوم ضاربني مواطر. فناس البيت بيجوا شايلين همي، يعني كل يوم بيشيلوا همي لحد انا ما اوصل البيت. ايوه. فقاموا قال لي انت اجيفي لحد ما تشوفي علاج للموضوع ده نهائي، بعدين امشي. ما في زول يعني كده هتعرض حياتك للخطر. ايوه. فبقيت جاريه مع الدكاتره وكده، فلقيت انه في فرصه انه انا ممكن امشي روسيا
عشان الطب هناك متطور يعني، لانه أيوة. هنا ما في اي جديد. ايوه. فعملت تقرير وواصلته، رسلت للروس في كوزاتي وتقريري، فطلبوا مني انه انا اجي. امم. فبعد ذاك بقيت مع الجري والاجراءات وكده، فبقيت ما بقدر امشي الشغل اساسا يعني. ايوه. وغير كده محل انا كنت شغاله، الناس لما تيجي تسال مني بيقوموا بيقول لهم رانا دي جلست، رانا دي عمت ما بتجي يعني كده. حتى الموكلين براهم يعني يعني انه الشغل معتمد على الموكلين وكده، امم. هم اللي بيجوا ما بيجوني لانه رانيا. رانا دي عمت خلاص. دي رانيا بعد ما اصيبت بالعمى او فقدت بصرها، نشوف الناس ذات والمجتمع يتعامل معاها كيف في الحاجه دي يعني، وهي مواصله ولا مو مواصله. بعد الفاصل نمشي ونأيكم ونشوف باقي كلام رانيا الحاصل على الشاشة. انتظرونا. مشاهدينا الاعزاء، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتنا رانيا. يا رانيا، انت كنت او بتقولي او بتسردي قبل الفاصل انه يعني الناس اللي انت كنت شغاله معاهم المحامين اللي كنت تابعه لمكاتبهم شبه استغنوا عن خدمات، او بيقول يعني بيجوا يشيلوا منك القضايا مره في مره في مره. فالحاجه دي ساعدت في انه رانيا تقعد في بيته. هو انا اصلا يعني انا المحامين بقيت انا لما يعني عملت مكتب انا وزميلتي، فنحن شركاء بس في المكتب، كل زول بيجيب شغله بطريقته. أيوة. انا عندي موكلين، عندها موكلين. ايوه. فحتى الاساس اللي احنا كنا شغالين لهم بقينا نتعاون معاهم، بس تعاون نشتغل لهم جلساتهم يعني بمقابل ما زي زمان، لانه نحن بعد ده بقى عندنا التزام مكتب ومصاريف وكده، وما في زول بدينا. بس نحن يعني اشتغلنا حنجيب، ما اشتغلنا خلاص. أيوة. فانا لما نظري بقى متدهور كده وبقيت انا جاريه مع الدكاتره، فانا سنتين يعني يمكن اكثر من سنه انا بدفع في الايجار وانا قاعده في البيت وانا ما شغاله. ايوه. يعني انا اضطريت في حاجات بعتها، يعني لا خليت ذهب، لا خليت لابتوب، يعني عشان ما شنو، عشان ما افك المكتب. ايوه. ما كنت قال الموضوع بجر، فالموضوع جرى. انا قعدت 2015 قعدت 2016 لحد 2017 حتى يا دوب يعني موضوع روسيا دي ظهرت، وبعد ذاك بقيت افتش في لحد ما عملت التقرير ورسلته. بعد ذاك لما جابوا لي الرد بقيت في انه انا ذاتي افتش في الدعومات عشان انا اسافر، لانه السفر اصلا مكلف. طيب بعد ما قال لك الدكتور الاخير انه انت يعني بين يوم وليله ممكن تفقدي بصرك، صح؟ ايوه. لسه كان عندك امل انك تفتشي وتبحثي الدكتور لما قال لي الكلام ده كان 2009. 2000 بدري. بدري. وانت فتشتي موضوع روسيا 2000 وكان بيديني فيتامينات، قال لي انا الفيتامينات بديك لها دي عشان تثبت لك النظر في الحد اللي انت فيه ده، فانت باشر حياتك عادي. لكن قال لي انت حاولي احمي عيونك بنظاره شمسيه كده يعني عشان ما تعرض للشمس كثير. فقلت له انا اليوم كله وانا في شغلي في الشمس وحايمه يعني ما في طريقه. قال لي حاولي احمي عيونك بس. وقلت لهم انا ما عندي مصدر شغل ثاني غير انه انا اشتغل فيه. يا رانيا، احساس انك انت يعني ما فقدت الحاجه، لكن عايش على امل انك انت ممكن في اي لحظه انك انت ممكن ما تشوفي، في اي لحظه ممكن انك انت تفقدي بصرك تماما. كنت قادره كيف تتعايشي مع الاحساس ده؟ والله انا قلت يمكن يكون الموضوع الفيتامين ده يستمر، والموضوع يمكن ما يحصل عادي يعني. ممكن الدكتور يقول لك حاجه وربنا يقول حاجه ثانيه يعني. نعم بالله، نعم بالله. صحيت الصباح لقيت روحك ما بتشوفي، حصل شو؟ وهو الموضوع بدا بالتدريج، انه انا شويه شويه حسيت انه انا نظري يعني بقيت اشوف طشاش. مشيت فحصت لقيت انه في مويه ظهرت، بعد ذاك غطت، ما في طريقه تتعالج لانه الشبكيه اصلا منتهيه. فشويه شويه بقيت ما بقدر يعني. انا الكتابه في الورق بقيت ما بشوفها. شويه شويه المدى ذاته بتاع الشوف قله. فشويه شويه لما قدر الفدا راح. يا رانيا، لو كان يعني ربنا يخلي لك اسرتك ويخلي لك اهلك ويخلي لك ناس بيتكم، الحاجه دي تخيل لي من انت صغيره لو كانت عالجت من بدري او قدرت تتدارك الموضوع من بدري، كان ممكن رانيا الليله هي بتبصر وبتشوف ومارسه حياتها عاديه. والله احتمال. الدكتور قال لي ان انا لما مشيت الروس قالوا لي انت تاخرتي. لو انت جيتينا ابدا من كده كان عملنا لك عمليه حاجه بتاعه تثبيت بتاعه نظر. الفيتامينات والعلاجات اللي كنت بتاخديها في السودان هنا لما مشيت روسيا قالوا لك مثلا هي السبب في انه عجلت في انك تفقدي بصرك؟ هم اصلا ما اشتغلوا بالفحوصات اللي انا جبتها ولا بالعلاجات اللي كنت باخذها ولا سالوا مني، فعملوا لي ملف جديد وعملوا فحوصات بطريقتهم. فما سالوني انا كنت باخذ شنو. كل اللي قالوا لي انه انا المرحله اللي انا وصلتها دي مرحله يعني ما ينفع فيها العلاج. انه انا خلاص الشبكيه تلفت، اثرت على العصب، بالتالي ما في حاجه. هم ما في يدهم يعملوا حاجه.
فقالوا لي اصلا انت بس لو كنت جيتي برغم تدهور النظر ده كنا عملنا لك بس تثبيت، ثبتنا لك النظر على كده. يا رانيا لما قررتي انك تمشي روسيا وتتعالجي هناك، حق العلاج وحق السفر والتكاليف دي جبتيها منين؟ والله انا شلت التقرير ووديت المنظمات، في جهات وعدوني انهم حيدوني، وفي جهات يعني من ضمنهم النقابه تحت المحامين وعدوني وقاموا ادوني مبلغ. وتاني مشيت الزكاة برضو ادوني مبلغ. الباقي في جزء من الاهل برضو طلعوا لي قروش. وبرضو عشان انا ابوي كان ضابط في الجيش، فعندي قريبي مشى حاول عمل لي الكوميسيون، عملوا لي ختموا لي من ناس الجيش ودخلوا لي وزاره الدفاع. فوزاره الدفاع طلعوا لي $1000 بالاضافه للتكت. فالتكت ده هو كان يعني اكثر شيء برضو كان مؤرقنا. فقمنا القروش اللي سلمنا دي حولناها دولار، فكانت بجد بتكفي السكن والعلاج على حسب التكلفه اللي ترسلت لنا. تقريبا المبلغ كله ما كان تام زي $6000. على كده سافرنا. على كده سافرتوا. نشوف رانيا بعد الفاصل، بعد ما مشت روسيا حصل شنو هناك، وبلا شنو جات رايحة السودان، حصل شنو بعد ذاك، اتصلونا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نواصل قصة رانيا. يا رانيا مشيت روسيا، بس روسيا قال لك شنو؟ ناس روسيا عملوا لي فحوصات وقالوا لي انت للاسف جيتي يعني في مرحله متاخره، نحن ما حنقدر ندخلك عمليه لانه عمليتك قبل كده اتعملت ليزول ونسبه نجاحها 5%، وممكن تفقدي فيها حياتك لانه الزول اللي عملت له العمليه مات، جاوا نزيف في الدماغ لانه الشبكيه مربوطه بالمخ. نسبه نجاحها 5%. فنحن ما كأمانة يعني نحن حنقول لك الحقيقة إنه أصلا أنت خلاص كده ده فقدت نظرك وما عندك علاج. فلو حصل أي تطور نحن حنشيل بياناتك وحنتواصل معاك إنه إذا نسبة نجاح العملية زادت فنحن ممكن أي تطور يعني في العلم مثلا؟ أيوه، لأنه إنه الحاجات دي لسه ما هو المفروض العلاج المفروض تكون زراعة بتاع الشبكية، والحاجة دي لسه في طور التجربة. أيوه لسه ما عملوها. يجي راجع السودان. أيوه. الناس اللي ساعدتك دي يا رانيا وقفت معاك، ساعدوك بحكم انهم بيعرفوك، بحكم انهم زملاء، بحكم انه جهات انت بتنتمي لها بشكل ما، اهلك مجبورين عليكي، اتخذلتي في ناس كنت متوقعه ممكن يساعدوكي اكتر يعني من كده ويقفوا معاكي؟ ايوه يعني انا بالعكس انا الزملاء العمر المكان اللي انا كنت شغاله فيه هم اكتر ناس خذلوني. لا حول ولا قوه. انا شغاله معهم 10 سنه ولا حاولوا يودعوني ولا حاولوا، حتى لما جيت راجعه يعني في بسيط منهم جو بس يعني انا يعني قالوا لي بس كفاره وكده وبالتليفون خلاص، لكن ما حاولوا يجتهدوا معاي انه مثلا يفتشوا لي دعمي وكده. حتى الزول اللي فتش لي دعم من الاتحاد من النقابه ده واحد كان سريرنا في الجامعه وكلمته زميلتي. فكلم النقابه وبعد ذاك لما انا بقيت يعني الاحقوا اني عملت شنو فبقى ذاته بيتهرب مني. فبقيت انا ساكنه النقابه براي. ايوه لحد ما طلع القروش، لكن الزملاء ما عملوا لي حاجه، ولا الحته اللي اشتغلت فيها ما عملوا لي ولا اي حاجه، بالعكس. وفي جزء كبير من الاهل الا واحد، يعني في واحد قريبنا كان بيمشي معايا المنظمات. بس هو الله يرحمه توفى، هو اللي كان بيمشي معايا المنظمات وكان بيمشي وبيجي، ومحل ما امشي يعني الناس لما يعرفوا انه انا يعني انا من زول يعني اسرتي اسره كبيره يعني وقبيلتنا ما حاجه هينه، فبقوم بقول لي انت اهلك وين؟ اصل بقى في اهله، فبقول لهم انه بيقولوا كده، بقول لهم انه انا يعني انا هم عارفين حالتي ولا الليله ولا امبارح، يعني انا عارفين انه انا جاريه وساكنه المنظمات، فكان بامكانهم ممكن يساعدوني. لكن ما عملوا، يعني انا اتخذلت في الاهل، اتخذلت في الزملاء، اتخذلت في ناس كتار، وحتى في ناس شالوا تقرير استغلوه، طلعوا مني قروش وما جابوها لي. معقوله في ناس تتاجر بمرض ناس؟ في ناس تتاجر بمرض ناس على اساس انها تجني شويه بتاعت ملاليم وشويه بتاعت قروش؟ شابه في يعني في عمر يعني ممكن اقول في عز شبابها تفقد بصرها عشان خاطر ناس نفوسهم ما طيبه، بدك يساعدوها بيشيلوا اللي عندها وباسمها. انتظرونا بعد الفاصل نمشي منكم.
رجعنا لكم بعد الفاصل في أنا مع رانيا. رانيا جيتي من روسيا وخلاص يعني لا عملوا لك عملية رجعوا لك بصرك، لا أنت شغالة في مهنتك لأنك كنت حباها وقريتيها يعني المهم خسرتي بالاتجاهين يعني. فرانيا عملت شنو بعد ذاك؟ في الدكتورة لما في روسيا قامت يعني قالت للمترجم وكده انه يوصل لنا المعلومة انه انا الزولة دي فقدت بصرها وكده، وانه تتقبل الموضوع ده عادي وكده. فبقت تتكلم معي قالت لي انه عادي في ناس احسن، قالت لي تفقدي بصرك ولا تفقدي حياتك. عادي الناس بتفقد بصرها بتجيها مشاكل بتجيها كده، لكن ترجعي تواصلي حياتك عادي ما في شيء بوقف. ف جيت راجعة فلقيت أهلنا وناس البيت عاملين يعني كده زي ما بيقولوا مناحة يعني سيوان عزة. أي. وأي زول بيجي بيسلم علي بدل يكفر لي بقول لي والله مرضينا عليك والبكيات وكده. فإنه أمي ذاتها كانت خاشة في نفسيات وكده شيء طبيعي. كده بنتها في عمر زي ده تفقد بصرها يعني دي ردة فعل عادية. إنه خسرت التعب وخسرت السفر وكده، إنه ربنا ما عوضها ما كده. فأنا كنت عشان أصلا الدكتور كان مهيني فكنت متقبل الموضوع. حتى لما الدكتور قالت لنا الكلام من أول يوم نحن مشينا في المستشفى ونحن أصلا عاملين فيزا شهر باعتبار إنه لو في عملية وكده. فمشت معي عمتي لما لقيت الموضوع كده قالت لي خلاص نحن نقوم نلغي يعني نحاول نقدم الحجز ونبقى راجعين نرجع السودان. أيوة قمت قلت لها نرجع كيف؟ نحن أصلا طالما جينا نمشي ونتفسح وكده وشنو. فقامت قالت لي إيجابية شديدة يعني. أنتِ فاتحة نفسك وشنو وانا ما لا انت بجد يا راني كنت قاصده الحاجه دي من جواكي ولا كنت عايزه تشيلي التوتر بتاع عمتك؟ انا قاصده وفي نفس الوقت عايزه اغير عمليه الموت بتاعها لانه برضه شايفاها انه تاثر الشديد. هاي انت في اللحظه دي خلاص بقيتي تماما ما بتشوفي. خلاص هاي خلاص أيوة. انت تمام انه كلام الدكتور ده كمان اسمه كلام. ايوه فقمت قلت لها خلاص. واللذيذ في الموضوع انه اساسا يعني انه السفير السودان في روسيا كان اخو زميلتها وهي اللي وصته علينا يعني حتى نحن يعني شوف من حظنا صدف انه يا دوب جا جديد كان في روسيا ويعني اهتم بينا شديد. يعني كان بيرسل الناس ويجي يشوفوا يعني كان بيرسل القنصل بيجي يشوف الناس في المستشفى يتابع السودانيين. ورسل لنا السواق بتاعه انه يجينا يستقبلنا ويدينا الشقه اللي احنا مأجرينها ويعني وصي علينا انه مثلا يسال مننا كده يعني سهل لكم اموره سهل لنا حياتنا كتير بالعكس سهل لنا حاجات كتير يعني حتى احنا لما بنلم في المترجم بنضرب للسواق بتاعه ده حتى احنا لو ماشي لنا بغاله ما فهمنا الحاجه شنو نضرب بها وهو يترجم للكاشير. يعني حتى انا قلت لعمتي نلف وكده بنلف برانا يعني حول يعني قدرتي تحولي الخبر السيء لفرحه ومزحه حاجه ظريفه واستمتعتي بفترتك اللي كنت قاعده في روسيا وكملتي الشهر؟ لا ما كملت الشهر لانه عمتي اصرت انه راجعين هي جاتها 15 يوم كانت حتمدها. فلما بقى كده فاحنا قعدنا بس 5 يوم ل 6 يوم اضطرينا نجي راجعين. فعمتي برضه كانت نفسها تعمل فحوصات فانا ثاني يوم قمت قلت لها خلاص انت اصلا قلت جايه تعمل فحوصات برضه لعيونك خلاص. مشيت معها ثاني يوم عادي. انا في الاول كان معي مرافقه ثاني يوم انا مشيت معاهم مرافقه عادي في المستشفى وقعدت اتونس مع السودانيين الجو هناك وتعرفت بهم وتونست. فهم كانوا بيقولوا لعمتي وانت جاي مع تاني منو يعني؟ بقول يعني هي عيانه بجد يعني مشيتي قايدين لك بقيتي قايده ايوه خشي ورا بحنس لعمتي عشان تمشي الدكتور. فقالت لي لا بس خلاص الموضوع ده انت بتاعها حتى لو ما هنا نقولش ما معانا يعني شيلي حتى لو انت ما عامله حسابك شيلي عادي يعني نتحاسب بعدين يا عمتو وكذا وشو يعني عامله الموضوع يعني ما بحاول ابص رحله حتى بتذكر انه في يوم نحن ماشيين في الشارع فقامت قالت لي شفتي هناك في مكان بتاع ماكدونالدز قلت لها يا سلام يا عمتو انا لازم امشي. تمشي وين ده طريق سريع ونقطع كيف؟ قلت لها بس نعدي بس نمشي نتصرف كده نحن بنعرف روسي. قلت لها نتصرف نضرب لعلى الدين السواق بتاع السفير. ايجابيه شديده وطاقه بتتدفق منك يا رانيا يعني وراضيه بقسمه ربنا عليكي تماما. رانيا يعني في عز الزعل يعني ممكن انا زعلت هي مسامحه مع موضوع شديد ومتقبله انه خلاص يعني دي قسمتها في الدنيا كده. نمشي ونجي بعد الفاصل ونشوف بعد ما المناحة فتحت في البيت رانيا قررت انها تعمل شنو بعد المحاماه لانه خلاص قفلت باب المحاماه وافترض تكون عملت حاجه ثانيه. لو عندها نفس العزيمه دي افترض نشوف الخطوه الجايه مع رانيا شنو بعد الفاصل. نمشي ونجي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني في أنا. وأنا قبل الفاصل قلت رانيا رجعت السودان ومتقبلة خلاص الحالة اللي هي فيها وقادرة تتعايش معاها بحب شديد وبكل تفاصيل. يا رانيا بعد ده خلاص ما انت انتقلتي من حياة انك زولة مبصرة لزولة فاقدة بصرة، عملتي شو؟ أو يعني عشتي حياتك كيف بعد تاني؟ انت محتاجة حياة تانية، طريقة مشيكي، طريقة تصرفاتك في الطريق، العصا البيضاء، عملتي شنو؟ نزلتي كورسات؟ طيب انا طبعا الفتره لانه لحد من قعدت لحد ما سافرت دي فكانت فتره طويله، فانا كنت قاعده 3 سنه في البيت. ايوه كانت فتره طويله شديد، فانا كنت يعني شبه محبوسه، يعني ما بطلع الا مع الاسره وكده، فبيخافوا علي انه اطلع براي وكده. لكن كان في امل انك ممكن ترجعي بصرك؟ طيب بس كنت عايشه على امل انه انا ممكن في الفتره دي انه انا ممكن ارجع أيوة. بصري في الفتره دي. فلما جيت من روسيا فقمت انضميت للاتحاد بتاع المكفوفين. ايوه مشيت المركز القومي لتاهيل المكفوفين في المؤسسه، وعملوا لي جدول انه انا هتعلم برايل، ويعني وروني الحاجات اللي هتعملها، انه انا في مطبخ وفي حاجه اسمها حياه يوميه تتعلم كيف تعمل حاجاتك وكده. ايوه فانا في حاجات قلت لهم شيلوها من الجدول لان انا يعني بعرف اعملها. يعني ما بعد اخش المطبخ، بخش المطبخ براي بعمل حاجاتي ما عندي مشكله. الغسيل الحاجات دي كلها بعرف بعملها ما في مشكله، ما محتاجه ليها. فانا محتاجه ان اخش براي. وبرضه قاموا قالوا لي تجيبي تليفون ذكي عشان يعملوا لي البرنامج الناطق ده عشان استخدم التليفون عادي واخش النت وكده. ايوه والفيس والواتساب وكده عادي يعني. وممكن اتصفح عادي النت وكده عشان ما احس بانه انا فعلا انا كان عندي صفحه في الفيس فاضطريت اقفلها عشان انا ما كنت بقدر اشوف. فلما لقيت الموضوع بتاع التليفون ده انه ممكن عادي استخدم النت وكده، فرجعت وعملت صفحه تاني وخشيت الفيس والواتساب وتعلمت البرايل، تعلمت الحاسوب برضه الناطق برضه. وبرضه قلت لهم كسوريه برضه انا عجباني شغل اعمال يدويه، فخشيت فلقيت فيها حاجات كثيره من ضمنهم علموني الاكسسوار، فالموضوع عجبني. نجيب عند الاكسسوار هنا انه حلقتنا او قصتنا الاولى معاك في الحلقه دي حتنتهي. نجي في الجزء الثاني من حلقه راني لسه ما انتهت. راني قدامها كثير زي ما قالت لكم، هي مشت للاكسسوار. حنمشي نجيكم في الاسبوع القادم حلقه جديده او مواصله في حلقه رانيا او قصه رانيا، ونشوف باقي كلامها شو. ودعناكم الله.